من اخطر المضاعفات اللي ممكن تحصل لمريض السكر هي القدم السكري، والسبب الاساسي ان ارتفاع السكر لفترات طويله بيأثر على الاعصاب وبيضعف الاحساس في القدم وبيقلل الشعور بالجروح البسيط، وكمان ارتفاع السكر بيأثر على الشرايين، فالترويه الدمويه للقدم بتكون ضعيفه، يعني كميه الدم اللي بتوصل للقدم بتكون قليله، والنتيجه ان اي جرح صغير ممكن يتضاعف ويوصل لقرحه او غرغرين. وكاطباء اوعيه دمويه بنهتم جدا باعاده الترويه، يعني نرجع الدم يوصل للقدم بشكل كافي. واكتر وسيله بتستخدم حاليا هي القسطره، ودي اجراء دقيق مش عمليه جراحيه مفتوحه، وفيها بندخل المريض من شريان الفخذ او الذراع بقسطره رفيعه جدا، وبنوجه القسطره لمكان الضيق او الانسداد، وبعدها بنستخدم بالون خاص بنوسع به الشرايين، وفي بعض الحالات بنحتاج نثبت دعامه لضمان استمرار تدفق الدم. والميزه الكبيره في القسطره انها اقل خطوره من الجراحه التقليديه، والمريض بيخرج في نفس اليوم او تاني يوم، وبتحسن وصول الدم للقدم، وده بيساعد الجرح او القرحه انه يلتئم اسرع. والاهم انها بتقلل جدا احتماليه البتر، واللي بيكون الخطر الاكبر في حالات القدم السكري. والخلاصه ان اي مريض قدم سكري لازم يتعرض فورا على دكتور جراحه الاوعيه الدمويه. التدخل بالقسطره ممكن ينقذ القدم، وفي اوقات كتير بينقذ حياه المريض كلها.